وبعدين هو انت يا سعاد لسه شغالة برضو في بيع البنات بالساعات مش بس للجواز؟ هنا هتلاقي كل حاجة تتخيلها، المهم انت تطلب وانا هنفذ لك طالما الفلوس حاضرة. طول عمرك كلبة فلوس يا سعاد، هديك اللي انت عايزاه، بس لحد دلوقتي مش لاقي اللي تشدني قوي. صحيح حلوين بس انا عاوز حلاوة اكتر من كده. في دار الايتام زينب اتنهدت جامد وقالت بضيق: انا جعانة قوي يا ليلى، والمشرفة سعاد اكيد هتلاقيها دلوقتي قافلة على الاكل ومش هترضى تطلع لنا مخصوص. ليلى كانت واقفة جنب الشباك بتربط شعرها بالشريطة الحمراء وقالت: هو انتي مفكرة انها بتدفع حاجة من جيبها اصلا؟ دي تبرعات للدار مش من جيب ابوها، يعني غصب عنها لازم تطلع لنا اللي احنا عايزينه، وانا هروح دلوقتي غصب عنها اجيب لك اكل. لا يا ليلى اوعي احسن تشوفك وتعاقبنا زي كل مرة في الأوضة الضلمة اللي بتحطنا فيها دي، وانتي عندك فوبيا من الاماكن الضلمة اصلا. طول ما احنا خايفين مش هنعرف نجيب حقنا منها، وطالما في كل الحالات بنتضرب ونتعاقب ونشتغل كمان هنا واجب عليها تأكلنا غصب عنها. برضو بلاش يا ليلى، احنا مش قد قسوتها وجبروتها، وانا هحاول اربط بطني بأي حاجة عشان ما احسش بالجوع لحد بكرة. ما هي حتى بكرة ما بترضاش تخلينا ناكل الا لما نخلص الشغل اللي ورانا، يعني هتقعدي من غير اكل المدة دي كلها؟ لا خليكي هنا عشان لو اتقفشت البسها انا لوحدي. في العربية: يا ابني سوق على مهلك شوية، انت عايز تموتنا ولا ايه؟ لا انا لسه ما دخلتش دنيا زيك، مش عايز اموت بدري كده. يا شيخ اتنيل، قال يعني دخلتها عن حب؟ على الاقل ما تعرفتش على واحدة زي نصابة وخدعتك بالحب وانت صدقتها. انا غبي، المفروض كنت ظابط ومحدش بيقدر عليا اقع ضحية واحدة زي دي وما اقفشهاش من الاول؟ ازاي؟ ما خلاص بقى يا رعد، هو انت كل يوم هتقعد تلوم في نفسك كده؟ اهو اللي حصل وهي ماتت، عيش حياتك وانساها، وانت عندك بدل الواحدة 10 مستنية بس اشارة منك، واولهم نانسي اهي دي كمان انيل منها، مفكراني لعبة في ايديها، كل ما تشوفني تقولي تعالى نتجوز عشان عجبتها. وبعدين هو انت فاكرني زعلان على اللي ماتت؟ انا زعلان على الشركة والمصنع اللي راحوا، ده شقاية انا وابويا وتعبت فيهم قوي، وابوها ياخدهم على الجاهز كده. نفسي اقتله واخلص منه توفيق ده. ايوه عشان تروح السجن وهو ينتصر عليك. هو انت كده حليتها بذمتك؟ طب اقولك على اللي يريحك ويطلعك من كل ده، سهرة حلوة مع ستات وهم هيفكوا الجو. بذمتك كام مرة قلتلي الموضوع ده وانا قلتلك ماليش في السكة دي؟ انا على اخري اصلا ونفسي اطلع غضبي في اي حاجة، ما هم دول من اللي هيخليك تنسى مشاكلك كلها. بص اسمع الكلام وادخل يلا الشارع اللي جاي. حازم بعد اصرار كتير منه اضطر الرعد يسمع كلامه، واتفاجئ بيه بيقول له: اقف هنا. وبص على اليافطة الموجودة: دار ايتام؟ ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ يا عم انا قصدي على العمارة اللي جنبهم، لكن عشان ما نعملش شبهة خليتك تقف هنا، انا هروح اجيب البنتين واجي. حازم ما ادهوش فرصة ونزل على طول، ورعد نزل يشرب سيجارة بره وهو بيتمشى، وفجأة وقف مكانه اتفاجئ ببنت بتنط عليه وكانت هتقع عليه لكنه شالها، وهي بصت له بصدمة: انت مجنون؟ مين قالك تشيلني بالشكل ده؟ رعد فضل باصص كتير ليها واتفاجئ بيها، بنت صغيرة عندها 17 سنة، لكنه فضل سارح فيها شوية وهو شايلها لحد ما لقاها فجأة ضربته في بطنه علشان يضطر يسيبها. انت يا غبي، هو مفيش مخ خالص؟ ما تنزلني عدل، بترميني على الارض. انت مجنونة يا بت، انت اللي ضربتيني وكمان بتشتميني، ثم انت مين وبتعملي ايه هنا؟ انت نطيتي من الدار صح؟ انت حرامية شكلك ولا ايه بالظبط؟ مين دي اللي حرامية؟ ما تحاسب على الفاظك، كنت سرقت سرقة ولا كنت شفتيني خدت منك حاجة؟ ده ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا في نصاص الليالي دي؟ بلاوي؟ انا بلاوي يا زيردة انت اللي مش باينة من الارض. وبعدين بدل ما تشكريني لولايا كان زمانك وقعتي على دماغك واتكسرتي والبشرية خلصت من طول لسانك ده. ان شاء الله انت واللي يكرهني جاك كسر رقبتك. هو انت مفكر نفسك عامل فيا جميلة؟ ما انت بعد كده رمتني على الارض، وبعدين ما طلبتش منك مساعدة على فكرة. لا ما هو مش على اخر الزمن هتهزق من عيلة زيك مش مكملة نص طولي. احترمي نفسك شوية بدل ما تاخدي قلم يعدلك. تضرب مين اله ايدك تتشل لو فكرت تعملها؟ هي سايبة ولا سايبة؟ وبعدين انت اللي بتعمل ايه اصلا هنا قدام الدار دي؟ انا اللي المفروض اشك فيك. انت حرامي اعضاء مش كده؟ اكيد الحيزبونة سعاد هي قالت لك اقف هنا لحد ما تجيب لك البضاعة. الظاهر الافلام الاجنبية اللي انت بتتفرجي عليها اثرت عليكي. يلا يا شاطرة من هنا، مش ناقصين بلاوي.
ده انت حتى لو عرضوكي عليا بلسانك ده ولا هاخدك حتى وانت ميتة. اوعى ايدك ما تلمسنيش بدل ما اقطعها لك. وبعدين يبقى انا شكي فعلا صح، وانت بتشتغل في تجارة الاعضاء، ما هو مش هتلاقي وقت مناسب غير بالليل والناس نايمة. لكن حظك اني شفتكم وهبلغ عنكم البوليس. اول مرة اشوف بوليس هيبلغ على البوليس. يا شاطرة اسمعي كلامي وروحي امشي، شوفي رايحة تعملي ايه. انت ظابط كمان؟ ايوه، ما هي الحيزبونة اللي جوه هتلاقي واحد فين احسن منك علشان تبيع له البضاعة، يكون بيشتغل ظابط، عشان اول ما تحصل كبسة تبلغها على طول، عشان كده محدش عارف يقفشها. يا مفتري يا ظالم انت وهي، هتروحوا من ربنا فين؟ ربنا ياخدكم. هو انت بتتكلمي الكلام ده عليا في وشي؟ انا كنت شغال ظابط اصلا، بس سبت الخدمة عشان امسك شغل ابويا بعد ما مات. فهمت، ظابط فاسد وطردوك من الشغل بتاعك وجاي تضحك عليا وتقولي سبت الشغل، عشان كده بتشتغل في الاعضاء. الهي تصحى تلاقيهم اخدوا اعضائك كلها. انتم بيجولكم قلب تناموا ازاي بعد اللي بتعملوه في الناس؟ هو ايه الجنان ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الله يخرب بيت ابوك يا حازم. هو انا يا بنتي لو تاجر اعضاء فعلا هقعد لسه اتساير معاكي؟ ما كنت خطفتك بالعربية وطلعت جريت شرحتك هناك على مزاجي، والدنيا ضلمة كده ومحدش شايفنا. ليلى حست بخوف من كلامه لكنها حاولت تخفيه. ومين حازم ده كمان؟ صاحبك اللي دخل جوه يجيب البضاعة وانت مستني هنا صح؟ يا لهوي، هو انت نفسك تطلعي كرومبو لما تكبري مش كده؟ وجايه تطلعي قرفك عليا يا ام دماغ ناشفه. انا مستني واحد صاحبي في العماره اللي هناك دي. حتى مش عارف تكذب كذبه صح. العماره دي اصلا مش ساكنه وعايزنا اصدقك؟ على العموم مش موضوعنا، اسيبك لربنا انت وضميرك. متشكرين لكرم اخلاق سيادتك. يا ترى بقى بعد السين والجيم ده ممكن تجاوبيني نطيتي ليه من الدار؟ هربانه ولا حاجه ورايحه تقابلي عصابه انت كمان؟ ظريف قوي سيادتك. حد قالك ان دمك تقيل قبل كده؟ رغم ان مالكش فيه، بس اهو يلا علشان تساعدني قرب كده وشبك ايدك جنب الشجرة دي. نعم، اعمل ايه؟ ما تخلص شبك ايدك في بعض تحت الشجرة دي، عايزه اطلع اجيب تفاح منها، اصلا انا اللي كنت زرعاه انا والبنات، وزينب صاحبتي الانتيم جعانه، والحيزبونه طلعت قافله المطبخ بالمفتاح، فانا افتكرت الشجره دي وقلت بقى اروح اجيب تفاح. وايه ده؟ وانت مالك اصلا؟ مالكش فيه. ما تبطلي بقى طولة لسان وخليكي تحت وانا هطلع اجيبهولك، مع ان خساره فيكي، بس يلا نعمل الخير ونرميه البحر. ليلى اتفاجئت بيه فعلا طلع وحدف التفاح من فوق، وهي لمته بسرعه بفرحه، وكان هو نزل واستغرب قوي ساعدتها بحاجه بسيطه، لكن ما كانش عارف الحرمان اللي هي عايشه فيه هي وبنات الدار. ليلى اتنططت بفرحه وهي ماسكاه. هيه، شكله حلو قوي ومش بايظ زي ما قالوا، مع ان اول مره ازرعه. زينب هتفرح بيه قوي والبنات كمان. يا ترى طعمه ايه؟ رعد فضل سرحان فيها شويه واستغرب كلامها الاخير، لكنه توقع تقصد بعد ما زرعته طعمه كويس ولا وحش، لكن ما يعرفش ان دي كانت اول مره اصلا تدوق التفاح في حياتها. العفو. نعم، بتقول ايه؟ بقول شكرا لنفسي لاني عارف انك قليلة الذوق ومش هتقوليها. ده انت حتى ما هنش عليكي تعزمي عليا بتفاحه، ما كنتش اعرف انك بخيله كده. ولما انت عاوز تفاح وانت فوق ليه يا زكي ما جبتش كمان زياده ليك؟ ده يا دوب يكفينا جوه. خلاص ما تزقيش كده، انا بهزر مش عايز حاجه. ليلى كانت هتمشي لكنها رجعت تاني وقالت خلاص خد واحده بس، لا تكون عينك فيها ونزور وتبصلنا في اللقمه. انا بهزر اصلا، قلتلك مش عايز حاجه، بالهنا والشفا. تسلم يا ذوق. طب ما انت طلعت كويس اهو، امال لازمتها ايه طول اللسان في الاول؟ بس برضو شكرا على المساعده، مع اني مش انا اللي طولت لساني، بس هنعديها. هو انت اسمك ايه؟ وانت عايز تعرف اسمي ليه؟ عشان تقولي الحيزبونه اللي جوه اسمي وعاوز دي بالاخص اعضائها؟ يا بنتي ارحمي امي بقى، اقسملك بالله ما بتاجر في الاعضاء ولا اي حاجه ممنوعه. خلاص بهزر، انت بتقفش ليه كده؟ انا اسمي ليلى، وانت؟ اسمك حلو يا ليلى، وانا اسمي رعد وعندي 30 سنه. ايه ده؟ انت كبير قوي، انا عندي 17 سنه، بس ما يبانش عليك بصراحه. السلام بقى علشان اتاخرت. رعد حس انه عايز يقول لها اي حاجه علشان تقف معاه شويه، لكنه بص لنفسه بضيق وهو مش عارف يقول ايه، وليه اصلا عايز يوقفها ويتكلم معاها اكتر، ودي اول مره يشوفها فيها. ليلى كانت طلعت على السور ورعد فضل متابعها، وهي قبل ما تنزل بصت له بابتسامه وشاورت بايديها. سلام يا بتاع تجاره الاعضاء. رعد ضحك عليها قوي بيأس، وهي ابتسمت هي كمان،
وبعد كده نطت ودخلت جوه. فضل مكانه شوية وبعد كده افتكر حازم، فحس بالضيق من نفسه من اللي كان هيعمله، فدخل عربيته وبعت رسالة لحازم إنه خلاص رجع في كلامه ومشي لبيت والدته. سعاد جابت ليلى من شعرها وهي بتزعق: بقى يا بت انتي تاخدي مني التفاح وتسهيني وتفتحي المطبخ وتطلعي كل الأكل وتوزعيه عليكم يا شوية مفاجيع يا جعانين. كانوا البنات عمالين يبصوا عليها من الشباك بره وهي صعبانة عليهم، وفي اللي كانوا بيعيطوا عليها وبالذات زينب لأنها أقرب واحدة ليها. سيبي شعري وبطلي تشتمينا وتهزقي فينا، ما احنا جعانين من حرمانك لينا. طول الوقت احنا في حاجات كتير بنشوفها في التلفزيون ما نعرفش طعمها ايه، رغم ان احنا بنشوفها بتيجي هنا. وانتي مال اهلك يا بت؟ اعمل بيهم اللي اعمله. واحدة غيرك تحمد ربنا وتبوس ايديها وش وظهر ان احنا بنربيها عندنا وبنأكلها كمان بدل ما نرميها في الشارع لكلاب السكك. انتي ما بتعمليش كده ببلاش على فكرة، وحتى الاكل واللبس كمان بيجيلك عن طريق تبرعات، بس انتي طبعا بتاخدي منه جزء بسيط لينا وتاخدي الباقي كله في كرشك. انتي كمان بتردي عليا يا بجحة، اقسم بالله هخليكي عبرة لزمايلك عشان ما يفكروش يعملوا كده تاني. يا مصلحي انت يا زفت. ايوه يا ست هانم اموريني. ارمي الحيوانة دي في الأوضة الضلمة لمدة 4 ساعات، ما تشوفش نور فيهم ولا أكل ولا شرب، ولو عايز تزود ساعة من عندك كمان زود، ده أكتر عقاب ليها. أنا عارفة قد إيه بتخاف من الضلمة وعندها فوبيا منها. ليلى اتصدمت من كلامها وهزت راسها وهي بتترعش وبتترجاها ما تعملش فيها كده، لكن سعاد بكل قسوة رمتها ناحيته وهو أخدها ونفذ كلامها. بالليل في دار الأيتام سعاد مدت إيديها بملف صور البنات وقالت بابتسامة خبيثة: دي صور كل البنات اللي ممكن تنفعك تتجوزها كام يوم وبعد كده ترجعها لي تاني، بتبقى ليها بيعة بعد كده طالما في اللي بيدفع تمنها. عندك شوية بنات يهوسوا يا سعاد، أحلى من اللي قبلهم، انتي بتجيبيهم منين نفسي أعرف؟ ده سر المهنة بقى، ما أقدرش أقولك. المهم إن أنا تحت أمرك أنت وكل رجال الأعمال. ده حتى حازم ده اللي جه معاك مرة قبل كده، جه من كام يوم وكان عاوز بنتين وبعد كده رجع لي واحدة وخد التانية. ما تجيبليش سيرته، ده بتاع مصلحته ودلوقتي لافف على عدوي ومصاحبه. وبعدين هو انت يا سعاد لسه شغالة برضو في بيع البنات بالساعات مش بس للجواز؟ هنا هتلاقي كل حاجة تتخيلها. المهم انت تطلب وانا هنفذلك طالما الفلوس حاضرة. طول عمرك كلبة فلوس يا سعاد، هديكي اللي انت عايزاه، بس لحد دلوقتي مش لاقي اللي تشدني قوي. صحيح حلوين بس انا عاوز حلاوة اكتر من كده. وفي اللحظة دي الاتنين اتخضوا على صوت الازازة اللي وقعت من ليلى اللي كانت بتراقب كل حاجة من ورا الشباك، واتصدمت من اللي بتسمعه، وبسرعة مصلحي مسكها جامد وهي اتنفضت بخوف ودخلها عندهم. انتي مش عايزة تهمدي يا بت انتي؟ اعاقبك اكتر من اللي بعمله فيكي ايه تاني؟ اقتلك يعني واخلص منك؟ انتي مش بني ادمة، انا كنت عارفة انك حقيرة وفيكي كل العبر وبتسرقي الفلوس اللي بتيجي من التبرعات وبتحرمينا من الاكل والشرب، حتى الغطا بتستخسري تجيبلنا واحد تقيل يدفينا علشان توفري الفلوس، لكن ما توقعتش انك تعملي كده كمان، بتبيعينا. هتاري البنات اللي بيخطفوا فجأة دول على كده ما كانش حد بيتبناهم زي ما كنت بتفهمينا. انتي شطانة. ذكائك ده على قد ما بيعجبني على قد ما هو هيوديكي في داهية. هتوحشيني يا ليلى لان هموتك دلوقتي. توفيق مسكها بسرعة من ايديها وهو بيبصلها باعجاب شديد. ايدك بس يا سعاد، هي دي برضو تنفع للقتل؟ بقى يكون عندك الجوهرة دي كلها ومخبياها عننا؟ ما تفرحش قوي كده، دي عليها لسان وقلة أدب هتكرهك فيها. دي ممكن تكون أحلى واحدة عندي، مش هنكر. لو نزلتها الشغل هتدخلي كتير قوي، لكن عارفة انها مش وش نعمة. طب واللي يشتريها منك ويخلصك منها للأبد يبقى خدمني خدمة عمري، بس دي هتكون مهرها غالي قوي. لا تستاهل فعلا، هدفع اللي انت عاوزاه. يا بنت المجنونة. توفيق مسك ايديه بألم لما اتفاجئ بيها عضته وبعدت في آخر الزاوية. ابعدوا عني، انا مستحيل اعمل حاجة زي كده. مش قلتلك دماغها ناشفة وعنادية؟ بس انا هعرف ازاي اكسرك. عندي واحدة احسن منها يا توفيق واسمها زينب، مشكلتها عندها القلب وتعبانة، بس مش مهم، على الأقل نوفر علاجها. ليلى اتصدمت من كلامها وجريت عليها وهي بتمسكها بعصبية. مش بقولك شيطانة؟ ابعدي عن زينب، حرام عليكي، دي مريضة قلب.
يبقى هتوافقي تروحي معاه وما تخافيش قوي كده، هو هيتجوزك، ولو اشتكالي منك ولا فكرتي تهربي انا اللي هقتل زينب بايدي مش المرض. بعد ما عدى ايام في قاعة افراح، حازم قرب منه ومد ايده بكاس علشان يشربه. خد اشرب بصحة حماك العزيز اللي بيتجوز دلوقتي. والله انتوا عيلة غريبة قوي، رغم العداوة اللي ما بينكم ومحدش طايق التاني، لكنك حضرت فرحه بعد ما عزمك بنفسه. ما تفتكرش من حبه فيا، ده عشان يحرق قلبي انه بيتجوز بفلوسي. انا مش عارف جواز ايه وهو خلاص رجله والقبر. ما تعرفش مين دي اللي قبلت بيه؟ دي طلعت بنت تهوس يخرب بيت جمالها. عارفها منين دي؟ انت هبل يالا، انت شفتها فين؟ يا ابني وراك اهي داخله وهي ماسكه في ايده، بس صغيره قوي عليه. رعد حس بالفضول ودور وشه الناحيه التانيه، وكانت الصدمه قويه لما لقى نفس البنت اللي ما طلعتش من دماغه من ساعه ما شافها قدام دار الايتام، لكنها بتتجاوز حماه قدام عينيه. بعد مرور يومين، رعد كان قاعد بيتمرن وعمال يضرب بوكس جامد، وهو بيحاول يمسح التخيلات اللي في دماغه اللي كل شويه تجيله وتعصبه اكتر، واللي كانت عباره عن ليلى في حضن توفيق. واول ما فونه رن فاق من اللي هو فيه ورد وهو بينهج: الو يا حازم، ايه يا عم انت فين ومالك بتنهج كده ليه؟ طب ما انت ليك في الموضوع اهو، امال عامل محترم بس عليا. حازم اخلص، انا على اخري، متصل عايز ايه؟ طب اهدى، انا بتصل بيك عشان اقولك البقيه في حياتك. حماك مات بالسكته القلبيه وملحقش يفرح بالعروسه الصغيره وجابت اجله بدري. ليلى كانت نايمه على السرير وهي بتتنهد براحه، لكن قبل ما تغمض عينيها اتنفضت بخضه لما سمعت صوت في الاوضه، واول ما فتحت نور الاباجوره جات لها الصدمه الكبيره. انت؟ امال كنتي مستنيه حد زبون جديد ولا ايه؟ ما اصل الاولاني مات بسرعه. انت بتقول ايه الكلام ده؟ ما تحترم نفسك. لا يا روح امك، مش هتعملي عليا شريفه. اول مره فعلا صدقتك ودخلت عليا طفله صغيره بريئه، لكن دلوقتي طلعتي خبيثه ومكاره بأمارة المشرفه سعاد اللي بتبيعك للزبون اللي بيدفع اكتر ومشغلاكي المزاج الرجاله. اخرس يا زباله يا واطي. سعاد دي اللي يعرفها اشكالك، وطالما على علم بيها يبقى انا اللي اتخدعت فيك ساعه لما شفتك اول مره وطلعت جاي علشان تاخد بنات لمزاجك. ولو نفترض انتي بقى المحترمه بنت الناس مش بنت الملجأ اللي بيبيعوها للي بيدفع اكتر، بس تعرفي بيني وبينك شابوه بجد، شابوه بجد ليكي، اصلك بتعرفي تسحري اللي قدامك فعلا وتوقعيه. ليلى كانت مصدومه من كلامه ومش فاهمه ليه بيفكر فيها بالطريقه دي، ومن عصبيتها ضربته بالقلم. انا محترمه غصب عنك، حتى لو فعلا ماليش اب او ام يربوني، لكن انا اللي ربيت نفسي من التعامل مع اشكالكم. رعد حط ايده على وشه وابتسم قوي ورجع كشر وبصلها بحده، وهي رجعت لورا بقلق منه، واللي حسبته طلع صح لما ضربها بكل قوته جامد لدرجه انها وقعت واغمى عليها. ليلى فتحت عينيها وهي ماسكه دماغها. يا دماغي، ايه ده؟ انا فين؟ ده مش البيت اللي كنت فيه. وجريت بسرعه على بره، وقبل ما تفتح الباب اتفاجئت برعد داخل، فافتكرت اللي عمله فيها ورجعت لورا بخوف منه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ بذمتك مش القصر احسن من البيت اللي انت كنت فيه؟ ما هي الاشكال اللي زيك دي بتزغلل عينيها الحاجات دي. هو انا لما انا وحشه جايبني هنا ليه؟ وعايز مني ايه؟ اصل للاسف انت الوريثه الوحيده دلوقتي لتوفيق اللي نصب عليا واخد الشركه والمصنع بتوعي، ودي مشكله انت ما تعرفهاش، لكن انا مش هسيب واحده زيك تاخد حقي، واللي كنت هعمله في توفيق حمايه هعمله فيكي عادي. نعم، هو توفيق حماك؟ انا مش فاهمه حاجه. هو انت كنت متجوز؟ واحده كده ما تتخيرش عنك، بس الفرق بينك وبينها انها كانت بتلعب على المكشوف، لكن انت مصممه تكملي في لعبتك. بس وماله، اهو نتسلى شويه. ليلى جت تبعد لورا من نظراته الخبيثه، لكنه شدها جامد عليه وقال بتهديد: في مأذون تحت، هتنزلي عشان نكتب كتابنا. انا مستني ال3 شهور يعدوا بفارغ الصبر، واول ما خلصوا جيتلك على طول. تتجوز مين؟ انت مجنون؟ مش هعمل كده طبعا، حتى لو اخر واحد في الدنيا. انا مش فاهماك، لما انت شايفني وحشه كده عايز تتجوزني ليه؟ ولا مش قادر تقاوم سحري زي ما قلت ورغباتك هي اللي بتمشيك؟ رعد ضغط على ايده جامد لانه كان هيضربها تاني، لكنه بعد كده مسكها من وشها بغضب. ما انا دفعت تمنك يا روح امك، امال سعاد سابتك الكام شهر دول ليه؟
وبعدين مش كل اللي فارق معاكي راجل غني وخلاص؟ زعلانة ليه دلوقتي؟ ولا انتي كنتي حاطة واحد تاني في دماغك؟ طب ما تقوليلي كان بيعمل ايه وانا اعمل، صدقيني هعجبك برضو. ليلى حست بالإهانة من كلامه فضربته في كتفه بإيديها الصغيرة، وكانت لسه هتضربه تاني بالقلم لكنه مسك إيديها جامد لدرجة كان هيكسرها. أنا مش هفضل أتحايل عليكي كتير، على العموم آخرك معروف. أصل سعاد قالت لي لو اتلوعت معاك هددها بزينب صاحبتها وهي هتجيب ورا، وشكلي كده هتصل بيها بقى تشوف لها صرفة معاكي. رعد استغرب لما لقاها فجأة اتحولت لقطة ضعيفة ومسكت ايده وهي بتترجى بدموع. لا خلاص بلاش زينب، ما ترحموني بقى، عاوزين مني ايه تاني؟ انا مش عارفة عملت ايه في حياتي علشان ربنا يوقعني مع ناس زيكم. رعد اتوتر شوية من دموعها وشكلها كده، لكنه بص الناحية التانية وقال البسي الفستان اللي وراكي ده وبعد كده انزلي لي على طول، واي حركة هتعمليها تحت انت فاهمة هتدفعي تمنها غالي قوي. رعد قفل باب القصر بعد ما الكل مشي، المأذون والشهود وكله، وقرب منها، وأول ما قعد جنبها اتفاجئ بيها اتخضت. اسم الله عليكي يا عروسة، ده احنا لسه في البداية، هتتخضي كده؟ اجمدي امال عشان اللي جاي كتير. ليلى أخدت نفس عميق وحاولت تداري خوفها. هو أنا مش عملتلك اللي انت عايزه؟ عايز مني ايه تاني؟ قصدك لسه هتبدأي تعملي لي اللي أنا عايزه؟ اطلعي فوق هتلاقي فستان تاني البسيه. هنخرج يعني؟ طب وماله، ما ده عادي. نخرج فين يا ماما؟ هو انت فاكراني جايبك هنا افسحك؟ انا عاوزك تغيري الفستان لواحد تاني، ما ينفعش يتلبس الا لجوزك حبيبك. انت قليل الادب وانا مستحيل اعمل كده، وهو ده اللي عندي ومش هقلعه. رعد شدها جامد وقال بحدة هو انت ليه مصممة تطلعي فيا اسوأ حاجة، مع اني ناوي ابدأ معاكي الطريق واحدة واحدة؟ اصلك لو شفتي اللي جوايا مرة واحدة هتتخضي وتخافي اكتر. كلمتي ما تتردش من هنا ورايح، يلا اطلعي على فوق. رعد فتح الباب من غير ما يخبط، وهي اتخضت كالعادة وكانت بتقفل السوستة وقالت بكسوف في ايه؟ رعد تنح شوية قدام جمالها لكن حاول يفوق نفسه وقال بجمود انتي اللي في ايه؟ وانا هستأذن لما ادخل بيتي ولا ايه؟ طلع مش بطال عليكي، ده حتى الفستان التاني كان فيه اغراء عن ده. طب كويس انك قلتلي عشان اغيره والبس التاني. انا ما اذنتش ليكي تغيريه على فكرة، مش هو مش عاجبك وانت قلتلي اسمعي كلامي؟ يبقى اغيره ولا ده احلى؟ بس انت مش عايز ترضي غرورك وتعترف ان انا بهز فيك حاجة، وبتعمل كل ده علشان تطولها مني. طب ما انت حلوة اهو، لازمته ايه اللف والدوران؟ بس بيني وبينك الفستان المقفول احلى، بس اللي زيك واخد على المفتوح وكشف لحمه قدام الناس الغريبة. ليلى حبت تضايقه لكنها مش عارفة انها بتولع فيه نار اكتر. صح، مش بلاقي اللي بيريل وبيدفع فيا دم قلبه علشان يشتريني؟ طب وماله، خلينا بقى نجرب البضاعة اللي دفعت فيها كتير دي، تستاهل ولا لأ؟ ابعد عني، لو فكرت تلمسني هصوت والم عليك الناس. وهتقولي لهم بقى ايه ان شاء الله؟ جوزي عايز حقه الشرعي ولا اللي زيك اصلا ما يعرفش حقوق؟ ما هو بيدي كده بالفلوس عادي. ما تحترم بقى نفسك وبطل كلامك المستفز ده. هو انا الظاهر اتخدعت فيك؟ انا اول ما شفتك ما كنتش كده، وكان باين عليك بني ادم طيب، ولا انا اللي بتخدع في الناس بسرعة؟ انت اللي اتخدعتي، امال انا اقول ايه؟ بقولك ما تاخدينيش في دوكة، اللي انا عاوزه هيحصل النهاردة مهما تحاولي. ليلى بصت حواليها وحاولت تهرب لكنه مسكها جامد، وقبل ما يعمل حاجة اتفاجئ بصوت جرس الفيلا بيرن جامد. رعد نزل بسرعة وفتح الباب بقلق. نانسي، خير، ايه اللي جابك دلوقتي؟ نانسي زقته ودخلت وهي عمالة تدور وتزعق. اتجوزتي يا رعد؟ امال ليه كل ما اقولك ان انا معجبة بيك وتعالى نجرب نتجوز تقولي خلاص جربت مرة وعمري ما عيدها تاني؟ خليني بقى اشوف اللي انت فضلتها عليا تستاهل ولا لا؟ رعد اتضايق منها، وقبل ما يشدها يطلعها بره اتفاجئ بيها طلعت وفتحت الباب على ليلى اللي بصت عليهم باستغراب وتوتر وهي مش فاهمة حاجة. هي دي بقى اللي انت اتجوزتها؟ دي شكلها عيلة صغيرة، ولو كنت اتجوزت بدري كان زمانك خلفت قدها. رعد ما يعرفش ليه اتعصب من كلامها عن فرق السن. نانسي اطلعي بره، انا ما وعدتكيش بحاجة اصلا، انت اللي بتعشمي نفسك وخلاص. نانسي قربت منه وحطت ايديها على كتفه وهي بتحاول تخليه لين ناحيتها. لسه ما خلصتش، يا تطلقها يا تخليني الزوجة التانية.
أنا بحبك وهعمل أي حاجة علشانك يا رعد، هي مش هتعرف تساعدك زي صدقني. ليلى كانت مستغربة جرأتها واتضايقت قوي من اللي بتعمله وهي واقفة عادي كده. ورعد قال وهو بياخدها على قد عقلها: طيب امشي دلوقتي وسيبيني أفكر في الموضوع بعدين. أنا محدش بياخدني على قد عقلي، هات المأذون دلوقتي واكتب عليا. وأنا محدش بيمشي كلمته عليا، لما أقولك سيبيني أفكر في الموضوع يبقى سيبيني وتطلعي بره. نانسي بصت له بضيق وبسرعة جريت ناحية ليلى وهي بتشدها من شعرها. مش هتاخديه مني، فاهمة؟ انتي مفيش حاجة تعجبه أصلا فيكي علشان يحبك ولا يكتفي بيكي. ليلى رغم انها اتألمت جابتها من شعرها هي كمان وهي بتزعق: سيبي شعري، انتي مجنونة؟ وبعدين لما انتي عارفة قوي كده ان انا ولا حاجة، عاملة كل الهليلة دي ليه ومش قادرة تسيطري على غيرتك مني؟ رعد كان بيقرب علشان يبعدها عن ليلى، لكنه اتفاجئ ان ليلى اصلا اللي قلبت الآية وهي اللي مسكها من شعرها، فوقف بيضحك على المنظر. واللي مش فاهم رغم قصرها ده جابتها ازاي كده. انتي ليه ماسكة شعري؟ سيبيني. ايه، مش كنتي عاملة فيها ال7 رجالة في بعض دلوقتي مفيش حد همك؟ طب يلا من هنا بقى وبطلي تلعبي مع اللي مش قدك. نانسي مسكت شعرها وهي بتتألم وبصت للاتنين بغضب ومشيت وهي عمالة تزعق وتتخانق مع نفسها. ايه بتبصلي كده ليه؟ هي اللي بدأت ولا انت مش شايف؟ بقولك ايه يا بت انتي، روحي غيري ولا تشوفي هتعملي ايه، سدتي نفسي اصلا من ام الليلة. ليلى ما ردتش عليه رغم انها اتضايقت وراحت علشان تنام، لكنها اتفاجئت بيه بيقول ببرود: انتي رايحة فين يا روح امك؟ انتي مين قالك انك هتنامي جنبي؟ كفاية اسمك اللي اتحط جنب اسمي وانا قرفان، كمان اخليكي تنامي جنبي؟ لا ده عشم كبير قوي ما تحلميش. ليلى سابت الفرشة بعد ما مسكتها لانها فضلت مكانها مدياله ظهرها علشان ما توريهوش دموعها اللي نزلت. امال هنام فين؟ رعد فهم من صوتها انها بتعيط لكن حاول ما يضعفش. في اي داهية، ولا اقولك انزلي على المطبخ عشان لما تصحي تفتكري اصلك، وشغلتك هنا هتكون عبارة عن ايه غير السرير اللي متعودة عليه، شغلك وبس. ليلى كان نفسها تلف وتضربه بالقلم تاني، لكنها عارفة انه هيشوف دموعها، عشان كده انسحبت بسرعة من غير ولا كلمة. الصبح رعد نزل المطبخ تحت واتصدم لما لقى حازم بيحاول يقرب من ليلى وهي عمالة تعيط وتبعده عنها، فبسرعة جري عليه يضربه: انت بتعمل ايه يا واطي يا زبالة؟ ايه يا رعد، هنخسر بعض يعني عشان حتة شغالة؟ شغالة مين يا غبي؟ دي مراتي، اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني، يلا. حازم رغم انه اتصدم من كلامه لكن طلع بسرعة يجري لان اول مرة يشوفه كده. وليلى كانت بتعيط واتفاجئت بيه شدها من ايديها جامد: مش قادرة تمسكي نفسك شوية؟ خلاص شغلتك القديمة وحشتك، انا بحاول انضفك واديكي فرصة جديدة لكن مصممة تبقي زبالة. هو انت ما بتشوفش غير ان انا وحشة وخلاص؟ هو اللي حاول يقرب مني، وبعدين مش انت اللي قلتلي نامي في المطبخ؟ صحيت لقيته فوق دماغي، ومهما حاول ابعده عني واقوله ان انا مراتك ما كانش راضي او حتى صدقني، بس ما فرقش معاه. الظاهر الحاجة دي عندكم عادي، امال هتوقع ايه من واحد زيك مش راجل؟ انتي كده تخطيتي كل حدودك الحمراء، تعالي بقى اوريكي اللي مش راجل. ليلى حاولت تبعد ايده عنها وتوقعت هياخدها لفوق، لكنها اتفاجئت بيه اخدها الأوضة تحت السلم وكانت ضلمة، وبصت له بترجي وهي بتتمنى ما يعملش اللي جه في دماغها، لكنه ابتسم وقال: خليكي هنا وسط الضلمة لحد ما يجيلي مزاج اطلعك. ليلى هزت راسها برفض وخوف، وقبل ما تنطق وتقول انها عندها فوبيا كان قفل الباب. رعد راح المكتب شوية يهدي نفسه، لكن ما قدرش يستنى اكتر من ربع ساعة وقام علشان يشوفها، لكن لما فتح الباب كانت الصدمة. في المستشفى. طمنيني يا دكتورة، مالها؟ هي حامل ولا ايه؟ اصل ايه اللي خلاها يغمى عليها بالطريقة دي؟ هو انت ليه من ساعة ما جبتها صممت انها ممكن تكون حامل؟ ولما كشفنا عليها لقيناها انسة اصلا، واللي حصل لها ده الظاهر انها تعرضت لصدمة واعصابها ما استحملتش. رعد وقف شوية يستوعب الكلمة وابتدى يحاول يراجع كل اللي عرفه عنها من سعاد. في دار الايتام سعاد اتفاجئت بالشخص اللي جالها من مدة وسألها عن ليلى، فقالت بخبث: ايه، زهقت منها وعاوز ترجعها ولا عايز واحدة تانية معاها؟ هو انت عارفة ان انا كنت ضابط بس استقلت، بس اكيد اعرف ناس في الداخلية ممكن يخدموني، عشان كده عاوزك تجاوبيني على كل اسئلتي بصراحة،
بدل ما تربقها فوق دماغك. لا خلاص حاضر، هقولك كل حاجة، بس عايز تعرف ايه؟ انا لما جيت هنا سألتك عن ليلى قلتيلي انها اتباعت، وانا ساعتها كنت جاي لحاجة تانية اصلا، بس انتي فكرتيني جاي عشان البنات اللي انتي بتسرحيهم. بس انا سيرتك وانتي فهمتيني انها بنت مش كويسة، وبعد كده اتفاجئت بتوفيق باشا بيتجوزها، ولما رجعتلك تاني اكدتيلي كلامي، والمفروض دلوقتي انه اخدها، ولما ترجع تبيعيها اللي يدفع اكتر، ودي شغلتها العادية. لكن انا قلتلك اياكي تيجي جنبها وهدفعلك الفلوس اللي انتي عاوزاها، لكن المفاجأة انها طلعت كل ده لسه انسة. فمعنى كلامك ايه بقى؟ بعد ما عدى اسبوعين رعد دخل الأوضة وهو زعلان. ليلى ممكن تخلي زعلك مني حاجة والأكل حاجة تانية؟ ما ينفعش كده صحتك، أنا مش هعرف كمان أديك العلاج اللي كتبهولك الدكتور. ليلى كانت قاعدة ساندة على السرير ودورت وشها الناحية التانية أول ما دخل، ولما حاول يأكلها رمت الأكل وقالت بعصبية: أنا قلتلك مش طايقة أشوفك ولا حتى أسمع صوتك، ولما بتقرب مني بكرهك، فاهم يعني إيه بكرهك؟ كلكم زي بعض، بتدوروا إزاي تكسروني. رعد حس بالحزن أكتر، لأن بعد ما عرف كل حاجة من سعاد وبعدها جالها المستشفى وهو شبه منهار، واعترف لها إن سعاد كانت مفهماه حقيقة تانية عنها، ومن ساعتها وهو بيطلب منها السماح. ليكي حق تعملي أكتر من كده، بس أنا حبيتك بجد على فكرة، وسبب كل اللي أنا عملته هو الحب ده، من غيرتي عليكي، لأن اتخدعت كتير في حياتي برضو. انت اللي زيك ما يعرفش حب، يعرف أسوأ وبس. انت طلبتني زيهم، فاهم يعني ايه؟ رعد كانت أكتر جملة بتألمه وبتحسسه بالندم. طب اديني فرصة وانا هثبتلك، فرصة واحدة تانية بس. عاوز فرصة تانية عشان تعرف نقط ضعفي وتوجعني بيها؟ بس ما تتعبش نفسك، انا ممكن اقولك انا بخاف من الضلمة، عندي فوبيا منها، وده علشان كانوا بيحبسوني في الدار كل ما اعمل حاجة غلط، وطول الوقت بتخض وبترعش، لان من اقل غلطة بعملها كنت بتعاقب، حتى على حاجات ماليش ذنب فيها، زي ان مفيش غير وجبتين بس في اليوم، ومفيش حاجة اسمها جعانة، ولو قربت من المطبخ ولا التلاجة ولا ما عملتش الأوامر يا إما هتكهرب يا إما هتحبس في الأوضة الضلمة لمدة، وساعات بتوصل يوم. عارف، كنت بشوف الناس وهم بيتبرعوا لينا بفلوس كتير، والأكل اللي كنا بنشوفه في الأفلام وبس كانوا بيدوهولها علشان توزعوا علينا، بس ما كانتش بتعمل كده، وكان كتير قوي نفسي تروح له، ولو حاولت اخد من وراها بتعاقب برضو، وفي النهاية بعتني الواحد عجوز عذبني علشان مش قادر يلمسني. تحب تسمع أكتر من كده ولا كفاية؟ رعد دمع على دموعها وهو مش مصدق إن ممكن طفلة زيها تعيش كل ده، فأخدها في حضنه جامد رغم إنها كانت عمالة تعيط بحرقة. ليلى بصت على الفستان اللي أصرت تلبسه واتنهدت قوي أول ما مسك إيديها. ممكن تطوعيني للآخر وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. ليلى ما ردتش عليه، لكنه مسك إيديها ونزل تحت في الجنينة، واتصدمت لما شافت قدامها كل أصحابها اللي كانوا في الدار، بما فيهم زينب اللي جريت عليها تحضنها. وحشتيني قوي يا ليلى، أنا خلاص عملت العملية، أستاذ رعد هو اللي دفع لي حقها، والدكتور قال لي قلبي مش هيوجعني تاني، وهو كمان اللي بلغ عن سعاد، وأخيرا خلصنا من شرها وهتتعدم كمان. ليلى اتصدمت من اللي سمعته واستغربت أكتر لما واحدة من البنات قربت منها وقالت: وجابولنا واحدة تانية بس طيبة قوي وبتسيبنا ناكل ونشرب براحتنا، وشايفة اللبس الحلو اللي احنا لابسينه ده جوزك هو اللي جابهولنا عشان نحتفل بعيد ميلادك. ليلى ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، لكن غصب عنها ابتسمت بسعادة كبيرة وبصت ناحيته بدموع وهو ابتسم بهدوء. تعالي نطفي الشمع واتمني أمنية، وانا هسيبك تتبسطي مع صحابك براحتك بعد كده. رعد كان فرحان جدا انه قدر يساعدها وقرب منها وسألها بعد ما الكل مشي: اتبسطتي؟ انا لو قلتلك ان ده كان اسعد يوم في حياتي هكون مبالغة، بس انا اصلا مش فاكرة اي يوم كنت مبسوطة في حياتي، او يمكن كنا بنتبسط بحاجات بسيطة، ان احنا نجرب اكلة جديدة او كده. رعد اتنهد جامد وقرب منها، وليلى استغربت لما لقيته قعد على ركبته وطلع خاتم. انا غبي وحمار، وقولي كل اللي انت عايزاه عني، بس انا من اول ما شفتك وانا حاسك كده خطفتي قلبي ورجعتلك الدار تاني. كنت عاوز اعرف عنك اي حاجة، لكن اتصدمت من الكلام الوحش اللي قالته عنك سعاد، وعارف انها غلطتي ان انا صدقت من غير ما اشوف اي دليل. انا كمان
من ساعتها كنت بفكر فيك، بس كنت برجع أقول لنفسي بطلي غباء، دي حاجة مستحيل تحصل في الواقع، وهيبصلك على إيه؟ كفاية الفرق اللي ما بينكم من ناحية السن، وإن باين عليه غني وأنا ولا حاجة جنبه. رعد ابتسم لأنها كانت بتفكر فيه زيه، لكن رجع وقال: ما تقوليش على نفسك كده تاني مرة، انتي أحلى وأغلى من أي حاجة، عشان خاطري اديني فرصة تانية. انت عملت كل ده النهاردة ليه؟ عشانك، عشان ترضي عني وتسامحيني، وتعرفي ان انا مفيش في نيتي اي حاجة وحشة تانية، وحتى المصنع والشركة اللي عملت عليهم كل ده اعتبريهم مهرك، وهأمن لك مستقبلك بأي طريقة زي ما انت عايزة. انا فعلا نظرتي ليك اتغيرت، وقلبي صفي من ناحيتك من ساعة ما شفت كل حاجة حلوة عملتها علشاني النهاردة. افهم من كلامك انك بحبك يا رعد، وموافقة اديك فرصة تانية. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة. سلام.